فيدال التونسية ترد على اتهامات مرتضى العراقي وعائشة الكويتية أنها تخطط تحت الكواليس وأنها الشريرة في البرنامج اللي حاولت تخطط مع تامر في حفل عشاء الشموع. فيدال قالت أنها لا تريد التبرير بل لا تريد أصلا الدخول في صراعات هي في غنى عنها، وأكدت أنها فازت بالبرنامج بأصدقاء وحبيب وشهرة وفلوس وكل شيء تتمناه. فما رأيكم أنتم في كلام فيدال التونسية؟ ما عليناش، ما حبيش نكذب حتى حد، ما حبيش نطلع في حتى لايف ولا ندور بحتى حد بعيد على صحتكم. خذيت الشهرة من البرنامج، خذيت كل ما حبيت من البرنامج، يا ما شاء الله، شهرة، أصحاب، شخص باهي، كل شيء خذيته، كل شيء خذيته والحمد لله. في خدمتي زادة ساعدتني الحاجة والحمد لله زيد، الحمد لله على قلوبها ترزق، وانا ربي رزقني بكل شيء من هذا. يعني كانت تجربة جدا جميلة. في وسط البرنامج تعرفت على برشا شخصيات محليها، صحابي ولا ما همش صحابي، كانوا معايا ولا ما همش معايا. انا بالنسبة لي انا عديت برنامج حلو، كيف ما دخلت كيف ما خرجت، ما تعاركت مع حد، ما تعارك معايا حتى حد، ما قلت لحد كلمة عيب وما وصلني حد بكلمة عيب زايدة، نقطتين هذوما. ولكن حلقات قد من حلقة كانت عندي الفرصة اني نطلع ونفلم ونكذب ونترهدن ونتمسكن ونكذب هذا ونكذب هذيك ونكذب هذاك ونكذب هذوكما ونعملهم الكل، وانا تفاديت وتجاوزت ولا ركزت اصلا. في النهاية إذا أعجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.